تكلمنا عنها، موجود فيها حركة فتح ويحيى حسين. انطلقت المواجهة ولكنها ليست التعادلات السلبية، تحضر التعادلات الإيجابية، تحضر فيها الأهداف. انطلاقة في مرتدة، هذا حجي لعبها ريعة إن أخطر فرصة وأول محاولة في هذا الشوط الأول من فرحاني، هي أصعب وأخطر وأفضل وأحسن فرصة هيئها له باشا، سددها فرحاني بعد كرة أولى تدخل فيها الدفاع وخرجها إلى الركنية. طاهر فتح الله ممتاز، ثم حاجي لعب الكرة هذه العرضية، استرجعها باشا وزعها عماد. هنا هو سيفصل في اللقطة بين عماد بوبكر وبين اللاعب إدير مقدم، أما بوسدر فخرج بقبضة اليدين، بل ربما اعتقادي بأنه هدف، في اعتقادي بأنه هدف. نعم، إنه الهدف، إنه الهدف الأول للوفاق. هذا هو الفار، ولما يأتي الفار يأتي معه الخبر السار. هذا ما فعله الفار في مباراتي اليوم. ميشيريا أخذ موقفا وأخذ قرارا، ولكن غرفة الفار التي فيها الثنائي حركات فحضرت فرصة واحدة استغلها الوفاق موقعا الهدف الأول. شوط أول في وليه ربما ولي محللين الكثير لما يقولون عنه. بن شيخة دمرجم أحد الأسماء المغادرة، وسنتعرف على اللاعبين الآخرين. مدني نذكر بأن المباراة تجرى في حضور الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش المتواجد على مدرجات ملعب 8 ماي 45 في غياب الأنصار المعاقبين. هذه صعبة للشبيبة. هذا وطار الذي استلم، وصل وتوغل، دخل، ولكن عاد الدفاع وحكم المباراة ماذا يقول في مخالفة لدفاعات الوفاق. أخريب هذا يتسلل كالزئبق، سريع جدا، متعب، مشاكس. شاهد كيف خذا الكرة هنا. أخريب حاول التحايل ربما وحاول الحصول. هل كان في احتكاك في العودة مدافع الوفاق قتال؟ هاي الإعادة هنا أخريب، وهنا قتال لعب الكرة ولعب الرجل، هذا من باب التحليل. أما القرار فسيتخذه ميشيريا في مباراة نعم. إن توقف من أجل الإعلان عن ركلة جزاء فيبدو بأنها نخلوه هو من يعلن عن القرار، نخلوه هو من يأخذ قراره ويأخذ وقته. هنا الكرة، هنا عاد مشيرية، هنا اللحظات الحاسمة، وأعتقد بأنه سيقرر ركلة جزاء لفريق شبيبة القبائل. نعم، بين مدني وبوسدر. بوسدر متألق ومدني صاحب خبرة. بوسدر لاعب شاب ومدني متألق. عدلها مدني. وقع الأول للشبيبة، هدف مقابل هدف في حدود الدقيقة 66. أكيد لا يفرحون لا يمرحون، أكيد بأنهم يجتمعون ويقولون نحن خلف للمدرب محي الدين خلف رحمه الله. مدني نعم هو الذي سجل، فيه شبه بين مدني وبين إدير مقدم. هاي الإعادة قلنا بأن أخريب عجيب، والكوتشين كان رائع من المدرب عبد الحق بن شيخة إلى غاية هذه اللحظة. تابعها بوسدر بامتياز، تمدد، حاول، أراد بالإيجاب وبالأهداف، وهذه الكرة الثابتة لمصلحة الوفاق، يتركها ويرفعها بوكرمة.
وقع الثاني، وقع الثاني. إنه شعب إدريس صعد فوق الجميع، هذا صعد فوق الجميع وأحزن المدرب طبعا بين قوسين عبد الحق بن شيخة بهدف ثاني. حرك المدرجات. نعم الأنصار غايبين، لم يحركهم على المدرجات ولكن حركهم من خلف الشاشة. فرحاني هنا كانت خرجت الكرة، حكم لا. عبد الجليل المدرب المساعد في تشكيلة الوفاق. هذه صعبة من باشا وباتجاه كوسي. ماذا فعلت يا كوسي؟ امام بالراس يخرج، هاي التسديدة. هل هو فرحاني؟ حديد كان من حديد. انني استحق الفوز الى غايه هذه اللحظات واتعب من ذلك وساواصل. هذا بوسدر والمراوغه، اصيب لاعب الشبيبه. مراوغه بوسدر اسقطت لاعب الشبيبه وطار على ما اعتقد. من سيدخل او 10 دقائق من الوقت بدل الضايع. اعتقد بانه الحكم، قلت بانه الحكم سيضيف وقت بدل ضايع كثير في هذا الشوط الثاني، لأنه يا له من هدف، يا له من إثارة. ضرب بالكرة براسه وكأنه ضربها برجليه، ضربها بقوة وسجلها. بكر يسار الخبرة والتجربة التي تتحدث. قلنا بأن فارق الهدف في عالم الكرة يبقى مخيف وغير ضامن. الشبيبة بنفس آخر، الشبيبة تثبت بأنها موجودة وتثبت بأنها مصرة على العودة في النتيجة مرة أخرى. هو أبو بكر صار، هذه المرة ليس الفار الذي جاء بالخبر الصار، وإنما صار هذا هو الذي شاهد العمل. بن داود وضعها له بالمليمتر، ضربها بروعة. يا له من هدف، وما أروعه من هدف، وما أجمله من هدف. شكرا لكم أيها اللاعبين على ما تقدمونه في هذا الشوط الثاني في مباراة